القانون 1407 المتعلق بالتحفيظ العقاري الفصل 13. هذا النص القانوني اش كيقول لنا؟ كيقول لنا اشنو خاص يكون في مطلب التحفيظ، كيفاش كنطلب التحفيظ. مطلب التحفيظ هو واحد المطبوع كيعطوه لك تعمرو. غادي نشوفوا شنو فيه. اول حاجه خاصك تكتب المعلومات ديالك كامله: الاسم الكامل، الحاله المدنيه، العنوان، الجنسيه. ولا كنتي مزوج غادي دير النظام المالي ديال الزواج، يكون فيه النظام المالي واش متفقين الاملاك ديالكم كلها مشروكه بيناتكم ولا كل واحد بوحدو، ولا غير ديال الزوج اللي نشركوها وديال الزوجه تبقى ديالها. ثاني حاجه الا كانت الارض فيها شركاء خاص كل واحد يتذكر ونصيبو شحال. ثالث حاجه الا كنتي شركه خاص اسم الشركه والشكل القانوني ديالها، واش المقر ديالها والممثل القانوني ديالها. رابع حاجه خاصك تعين عنوان، تعطيهم واحد العنوان داخل هذيك المنطقه باش يبقاو يتصلوا بك الا ما كنتيش ساكن تما. خامس حاجه وهذه مهمه بزاف، خاصك توصف الارض بدقه، فين جات والمساحه والحدود والجيران، واش فيها بناء ولا غرس ولا اشجار ولا بير ولا اشنو فيها. سادس حاجه خاصك تقول واش كتستغل الارض ولا شي واحد مازال منازعك فيها، وكيفاش توقع هذاك الشيء، واش كنتي كاريها ليه ولا عاطيها ليه ولا شنو. سابع حاجه تحدد القيمه التجاريه ديال الارض نهار غتحفظ. ثامن حاجه تصرح باي حقوق على الارض، بحال شي واحد عنده حق المرور ولا حق الانتفاع. اخر حاجه خاصك تبين اصل التملك، هذا مهم، واش شريتي ولا وردتي ولا عندك شي عقد، واصل التملك منين جا. الا ما عرفتيش توقع، المحافظ كيأكد الهويه ديالك وكيكتب لك سميتك بانك انت اللي دفعتي. وراء اي نقص في هذه المعلومات يقدر يتسبب لك في مشاكل كثيره ويعطل لك التحفيظ. هذا هو مطلب التحفيظ. رياض مني مشات تحفظها وتسجلها رفضها ليها، يعني ناقصه، يعني ما عندهاش. حنا دابا دوينا دابا الان هنايا خاص اصل التملك. هي عندها هبه، نعم، هو كتب ليها هبه، هو كتبها ليها. خاص هذاك السيد اللي كتب لك هبه منين جاتو. شريتي وعندك عقد الشراء وكتبتيه عند عدول وكتبتيه عند محامي وسجلتيه، ولكن فاش غتمشي تحفظ ما يحفظوش لك. علاش؟ لان ما جبتيش اصل الملك. ضروري كنسميو اصل الملك ولا اصل التملك. الوثيقه اللي كتقول باللي هذاك السيد اللي باع لك راه ديالو داك الشيء، وإلا كان شاريه حتى هو يجيب من عند هذاك اللي شاري من عنده واش ديالو هذاك الشيء. وهذه هي الوثيقه الاساسيه في التحفيظ. كتب ليها الوالد ديالها هبه ولا الام ديالها ولا شي واحد كتب ليها هبه، ولكن في الهبه ما كاينش واش هو ديالو هذاك الشيء، يعني ما عطاهاش ورقه مع هذا مع ديك الهبه كتقول باللي هذا الشيء راه ديالي انا. طلب التحفيظ: يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية مقابل وصل يسلم له فورا مطلبا موقعا من طرفه أو ممن ينوب عنه بوكالة صحيحة، ويتضمن لزوما ما يلي: اسمه الشخصي والعائلي، وصفته ومحل سكنه، وحالته المدنية وجنسيته، وإن اقتضى الحال اسم الزوج، والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. ويتضمن
في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم. وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني. تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة، مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته عند الاقتداء. وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البنايات والأغراض الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وإن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار. بيان ما إذا كان يحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغير، وفيما إذا انتزعت منه الحيازة يتعين بيان الظروف التي تم فيها ذلك. تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب. بيان الحقوق العينية العقارية المرتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وصفاتهم وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم، وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. بيان أصل التملك. إذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله فإن المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هويته. هذا هو النص القانوني، وغادي إن شاء الله تعالى نشرحوه باش نفهموه مزيان. هذا النص القانوني اش كيقول لنا؟ كيقول لنا اشنو خاص يكون في مطلب التحفيظ. يعني فاش كنمشي نبغي نحفظ ونوضع مطلب التحفيظ، اشنو كيفاش كيكون مطلب التحفيظ، كيفاش كنطلب التحفيظ. غادي نحفظ الارض ديالي، كيفاش كندير التحفيظ في المحافظه، اشنو خاص يكون في مطلب التحفيظ. هذاك مطلب التحفيظ هو واحد المطبوع كيعطوه لك تعمرو. غادي نشوفوا شنو فيه. هادشي كله قلنا جا في القانون 1407 المتعلق بالتحفيظ العقاري الفصل 13. اول حاجه خاصك تكتب المعلومات ديالك كامله: الاسم الكامل، الحاله المدنيه، العنوان، الجنسيه. ولا كنتي مزوج غادي دير النظام المالي ديال الزواج. النظام المالي ديال الزواج هي اشنو متفقين على، واش متفقين داك الرزيق ديالكم تشاركوه ولا متفقين كل واحد بوحدو. اشنو متفقين؟ راه كيدار دابا في المدونه ديال الاسره، راه كاين دابا كدير عقد بوحدو كيكون فيه النظام المالي، واش متفقين الاملاك ديالكم كلها مشروكه بيناتكم ولا كل واحد بوحدو، ولا غير ديال الزوج اللي نشركوها وديال الزوجه تبقى ديالها.